اللي صاحب المؤسسة أو مدير الشركة أو الرئيس التنفيذي بتاع الشركة بيكون عايز عصافير في الشركة، لأن هو ما عندوش آلية لتوليد المعلومة في الشركة. هو عايز آلية ليه توليد المعلومة وبياخدها من العصافير ليه؟ عشان عايز يكون عنده حوكمة، لو لم يدرك الكلمة، ولكن يعني إيه حوكمة؟ يعني دايركت أند كنترول، يكون عنده المعلومة اللي يقدر يدير بيها الشركة ويشرف على عمليتها التشغيلية. طب عشان يكون عنده ده بديل للعصافير لازم يكون في إيد ورجل للحوكمة، نظم الرقابة وإدارة المخاطر. يعني نظم الرقابة يكون عنده استراتيجيات بقى بمؤشرات أداء محددة، ويصمم ليها وحدات أعمال تحققها، ويعمل ستاندرد اوبريتنج بروسيجرز أو إجراءات عمل ودليل عمل موحد، وبعدها يحط له مؤشرات أداء ويعمل بيرفورمانس مانجمنت عشان تطلع له لمبة البنزين تنور، يعمل تقييم للمخاطر والفرص اللي موجودة، يعرف ياخد كنترول، يعرف ياخد إيه القرار صحيح في الوقت الصح بالشكل الصح. يقول لك to have to deliver the right insight to the right person in the right time in the right format. لو ما عندوش ده، ما عندوش الليله دي، ما عندوش بيرفورمانس مانجمنت، بيتوجه لمين؟ يديرها بالمنافله او يديرها بودانه، من خلال انه يكون عنده عصافير ماشيين في الشركه بيستبدلوا اليات اتخاذ القرار اللي موجوده في الشركه. ففي اوروبا والدول المتقدمه المفترض بيكون في حاجه اسمها ديتا دريفن ديسيجن ميكنج، احنا عندنا عصافير دريفن ديسيجن ميكنج.